السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ انا سحر الباز، صاحبة قناة من حقك تعيشي صح. للي ما يعرفنيش واللي اول مرة يشوفني، انا النهاردة هنا موجودة. برجع تاني وبقوة وبنشاط على قناة اليوتيوب بتاعتي، لان انا بقالي فترة كبيرة قوي ما كنتش بنزل حاجة عليها. كان عندي احباط، كنت تعبانة صحيا ونفسيا وجسديا وكل شيء. من كتر التعب اللي انا كنت فيه، لاني انا شايلة الغدة الدرقية بقالي 7 سنين، عامله لي مشاكل صحيه كتير قوي. وما كنتش عارفه اعمل اي حاجه، كنت بكشف وكنت تعبانه، وما كانش في اي حاجه بتفيدني، لحد ما ربنا الحمد لله كرمني بشركه. الشركه دي في كل منتجاتها طبيعيه اورجانيك. اخدت المنتجات بتاعتها، المكملات بتاعتها، فرقت صحتي، فرقت بشرتي، فرقت في شعري، فرقت في تفكيري، في تركيزي، فرقت في حاجات كتير قوي. عرفت كمان من كتر من قعدت بحثت كتير قوي الفتره اللي فاتت دي كلها. احنا اللي بنتعب، احنا اللي بنمرض. عرفت ان كل اللي احنا فيه ده نتائج ايدينا، نتائج حياتنا، نتائج اسلوبنا وحياتنا الغلط في الدنيا. ان احنا ازاي بنمرض؟ علشان احنا ما بننامش كويس، احنا ما بناكلش اكل صحي، احنا ما بناكلش، ما بنشربش ميه كتير، ما بنعملش رياضه، ما بنتنفسش كويس، مفيش تصالح مع النفس، مفيش رضا. كل الحاجات دي صدقوني لو احنا ما عملناهاش، هو ده اللي بيؤدي ان احنا في الاخر بنشيل غده درقيه. مش غده درقيه بس، احنا بنشيل كمان معاه تعبنا، وبنشيل قله راحتنا، وبنشيل شبابنا، بنشيل حاجات كتير قوي يعني بتنزل عنها عشان احنا مشينا حياه غلط. فانا النهارده هنا موجوده علشان اعرفكم واعرف نفسي اولا، ازاي نرجع نعيد نفسنا تاني. نصيحه لكل شخص شايل الغده الدرقيه: بالله عليكم اهتموا بصحتكم، واعملوا ابحثوا ودوروا وتابعوا فيديوهات اللي جايه ان شاء الله، علشان تعرفوا احنا ازاي نرجع نعيش حياه صحيه تاني، وان احنا نبقى موجودين في بيئه خاليه من الامراض. ايه هي؟ تابعوني في كل الفيديوهات اللي جايه بتاعتي. وكل الناس اللي لسه هتشيل الغده الدرقيه، بالله عليكم ما تشيلوش الغده الدرقيه قبل ما تتواصلوا معايا، وقبل ما تبحثوا، قبل ما تفهموا كويس قوي قوي قوي. انا عندي في حالات تشافي كتير جدا، بحاجات بسيطه بنعملها بنقدر ان احنا نرجع الغده الدرقيه تشتغل تاني، ونرجع اي مرض مزمن زي السكر، زي الضغط، زي الفايبرول، زي اي مرض مناعي زي مجالنا، نعرف ان احنا ماشي تاني بخطوات سهله وبسيطه. تابعوني بالله عليكم، محدش يشيل الغده ابدا 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 قبل ما يتكلم معايا، وقبل ما يسمع فيديوهاتي، وقبل ما يعرف الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. كل يوم هنزل فيديو، وكل يوم هطلع واقول معلومه. عندي كمان منتجات، وعندي حاجات كتير قوي هقدر ان انا اعالج نفسي بيها. وكل يوم هطلع يوميات تخليني اقول لكم احنا ازاي نرجع تاني نبقى كويسين، من غير ما ناخد برشامه مسكن واحده، او من غير ما نروح للدكتور، او من غير ما ناخد علاج ما بيكلفنا فلوس كتير قوي. والدنيا بقت غاليه، والعلاج كله بقى غالي وما بيعملش حاجه. والله ما بيعمل حاجه، صدقوني انا عن خبره، عن تجربه، انا جاي لكم من المستقبل. فخلي بالكم الحته دي كويسه قوي. ايوه، مش سحر ولا شعوذه ان انا ممكن ما اشيلش الغده الدرقيه. ما اقدر، ممكن ما اشيلش الغده الدرقيه. ازاي؟ ده فيها ورم، ازاي ده فيها مثلا خمول، ازاي فيها شيموتو. من نقدر ممكن ما نشيلش الغده الدرقيه. تواصلوا معايا على الخاص، انا هحط رقمي في التعليقات، وهحط رقمي في صندوق الوصف، وهحط رقمي كمان على على الشاشه من فوق. تمام. تواصلوا معايا وانا اقول لكم ايه هي الخطوات، لان في حالات تشافي. ما دام في حالات تشافي، ما دام المنتج اللي انا بقول لكم عليه او المكمل اللي انا بقول لكم عليه هيرجع يخلينا ان احنا ما نشيلش الغده. المشكله مش في شيل الغده، المشكله في مضاعفات ما بعد شيل الغده، ما بعد استئصال الغده. صدقوني مش هترتاحوا، صدقوني مش هترتاحوا. واسالوا اي حد شايل الغده وانتوا تعرفوا. ارجعوا لكل الفيديوهات بتاعتي، انا عامله قائمه تشغيل كامله. قائمه التشغيل دي بتكلم فيها عن تجربتي. انا مش دكتوره ولا اي حاجه، ولا ليا انا عندي تجربه، وكمان بحثت عنها كتير، وعملت معايا مشاكل كتير، والحمد لله قدرت اتواصل انا ليه حصل معايا ده كله. فانا بحاول ان انا افكه، علشان بيصعب عليا قوي قوي. محدش هيحس بيكم غير اللي تاف زيكم. بيصعب عليا قوي حد يكون تعبان واللي حواليه مش حاسين بيه، وهو مش عارف يتوصل للحل. فلو انتوا عايزين تنجوا بنفسكم من مضاعفات الغده الدرقيه، بالله عليكم تشوفوا الفيديو للنهايه وتابعوني. كلموني على الخاص، انا برد على كل الناس. انا الرقم بتاعي اللي انا حاطه في التعليقات وهحطه في الوصف، انا ده عليه واتساب. كلموني من اي مكان في العالم، هتلاقوني برد عليكم على طول، وهفكوا صدقوني بطريقه ما فيهاش يعني ما فيهاش اي مصلحه، ما فيهاش اي حاجه غير مصلحه ان انتوا لازم تعيشوا حياتكم صح. انا اسم القناه بتاعتي من حقك تعيش صح، ولازم فعلا لازم نعيش صح. انا مش عارفه اتكلم، بس صدقوني جربوا مش تندموا. انا هنتظركم
تكلموني وتعرفوا مني ايه هي التفاصيل. وكل يوم هطلع اقول فيديو ان شاء الله يعرفكم انا بقيت كويسه ازاي. السلام عليكم.